أنا باتابع يعني مواقع التواصل وباتابع أيضًا الرأي العام، ولقيت إن خلال الأحداث اللي فاتت ديّة اللي حدثت يعني، إن بقى في مصر يقولوا إيه الحكاية؟ إيه الحكاية والأمور ابتدت تقلق أكتر وتخوّف أكتر. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كلمة هاقولها لكم ما بتتغيّرش، مهما كانت التحديات اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة في المنطقة عندنا أو اللي موجودة في العالم كله، مهما كانت، طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة. أنا خرجت عن سياق الكلمة الحقيقة اللي مكتوبة قدامي عشان أأكد على النقطة ديّة معاكم. في كل تحدي أو كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى هيكون تأثيره إيه علينا؟ تأثيره علينا إيه؟ ولا حاجة. أنا باتكلم على إن مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم اللي إحنا موجودين فيه، طالما إن إحنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في أي مشكلة، ونقدر نعدي أي حاجة.